الجديد منه في موضوع زيزو انك بعد ما سبته انه غدار ونكر العيش والملح ونروح الاهلي وازاي يعمل كده، بدأ يطلع شوية محنكين ويقول لك بقى ايه الاهلي كان الميزانية بتاعته عبارة عن 500 مليون، ودوروا ورا الاهلي ناسوا كم عقود الرعاية اللي بتساند الاهلي وناسوا كل الكلام ده خالص. طلعوا عايزين يطبقوا قاعدة اللعب المالي النظيف اللي بتطبق في اوروبا عندنا. هم كمشجعين اجتمعوا عايزين يعملوا كده في مصر، ده بس علشان زيزو سابهم. يعني محدش فيهم فكر ان عشان الاهلي عرض عليه اكتر، لا. هو فكر في كده، هو فكر ان الاهلي بيسرق، فكر ان الاهلي كنغمه يعني بتتقال او ما زالت بتتقال نادي الدوله. طب هو ليه الاهلي لما رمضان صبحي راح لبيراميدز ما طلعش عمل الهليله دي؟ زعلنا، قلنا ان هو ازاي يسيب الاهلي وازاي يروح بيراميدز وازاي يقبل وازاي يسيب البطولات والكيان اللي هيعمله معه وكنا بنجهزه والكلام ده كله. لكن في الاول والاخر فهمنا ان احنا في عصر الاحتراف، وفي عصر احتراف احنا موجودين فيه، وان اي حد هيدفع لاي حد عقد اعلى الحد ده هيروح له غصب عنه عشان الفلوس. والانتماء في الاول والاخر يا غبي ليا وليك. انت اهلاوي او زملكاوي، فالانتماء ده ليك انت مش للعيب. اللعيب ده بيتعامل معاك على انه هو انت شغله. انا بيلعب في النادي ده يبقى انا هخلص للنادي ده. وزيزو اخلص في شغله، اخلص في عمله. تمام. راح الاهلي، راح بيراميدز، راح الخليج، كده كده كان هيمشي، لان انت نادي فاضي، اداره فاضيه. انما بقى هتقعد تفتش وتقول لي اصلك الاهلي الميزانيه بتاعته 500 مليار ولا 500 مليون، وازاي يصرف مليار ولا 2 مليار في صفقاته، وازاي مش عارف ايه. انت ما عندكش اثباتات بالكلام ده. ما تطلعش تهرتل وتقول الاهلي في الكم الدولاري اللي عند الاهلي. هو الاهلي بقاله هو لسه معمول من سنتين ثلاثه؟ هو انت فكرك ان الاهلي اصلا الميزانيه بتاعته 500 مليون؟ تبقى عبيط. يعني بعد كم البطولات اللي الاهلي بيحققها وكم اللعيبه اللي بتيجي وكم عقود الرعايه اللي على مدار السنين دي كلها، وهنيجي السنه دي تصدق ان الاهلي الميزانيه بتاعته 500 مليون بس؟ ده انت غلبان قوي.